تعالوا نعمل مع بعض بقى سمك بطريقة حلوة وسهلة وسريعة ومش هتاخد مننا وقت خالص. ويا سلام بقى، النور كان قاطع ومش قادرة اوصف لكم، كانت الدنيا حر وما كنتش عارفة اعمل حاجة، بس الحمد لله انا قدها وقدود. لو اول مرة تشوفيني ما تنسينيش في لايك واشتركي في القناة ودوسي على كلمة الكل عشان يوصلك كل جديد. طبعا زي ما انت ما شايفة كده، عملنا رز وعملنا سلطة خضراء وبابا غنوج، وعملنا بقى السمك دوت. مين بقى بيحب السمك ومين ما بيحبهوش؟ اكتبولي في التعليقات. هنا بقى بصوا، هنا كنت هبدأ ان انا افضيه من الشنطة عشان خاطر ايه اغسله وانضفه. طبعا انا كنت جايباه من عند السماك. بصوا كان غسلهولي ومخلهولي بصراحة زي الفل، بس برضو انا غسلته تاني وعدت عليه ونقعته في ملح وليمون زي ما انتم ما شايفين. بصوا قلبه فله، يعني بسم الله ما شاء الله، مدهوني نضيف جدا جدا، مش محتاج اي حاجه. يعني يا دوبك انت هتشطفيه شطفه خفيفه كده وهتحطيه في الميه بتاعتك اللي هو المحلول اللي انت هتنقعي فيه. بصوا، طبعا ما فيش احلى واسهل من السمك، سريع جدا، ولو عندك عزومه طبعا هتنجزي فيها قوي قوي، لان ما فيش اسهل من السمك بصراحه، وما بياخدش وقت خالص ولا مجهود. بصوا احنا هنا حطينا في الطبق بتاعنا ملح وليمون، اعصري كمية الليمون اللي انت عايزاها، وحطينا مية. تمام. هنا كنت مقطعة بصل معانا زي ما انتم ما شفتوا كده عشان نعمل الرز، وهنا كنا بنشوي بقى بتنجان عشان نعمل بابا غنوج. بصوا هنا بقى كنا هنحمر البصلة بتاعتنا عشان خاطر الرز. لو حابة تغمقي الرز قوي، غمقي البصلة، احرقيها، ما تخافيش الرز مش هيمرر معاكي. السعي البصلة قوي، الرز مش هيمرر معاكي. لو حابة تشوي البتنجان في الفرن، حطيه في صينية ودخليه الفرن. حابة تعمليه على البوتاجاز من فوق، بس انا حبيته، يعني انا عامة انا بحبه كده، انا بحب اعمله على البوتاجاز من فوق. شايفين طبعا لون البصل عامل ازاي؟ حابة الرز يبقى غامق قوي، غمية اكتر من كده. طبعا هننزل بقى بالمية بتاعتنا وهنحط ملح وكمون بس، انا ما بحطش للرز ازيد من كده، ملح وكمون بس. هنا هنشوف البتنجان بتاعنا لو استوى هنطفي عليه. طبعا بصوا هنا استوى طبعا والبوتاجاز اتبهدل، بس مش مشكلة، هنخلص وهنلم الدنيا. هنا المية بتاعتنا غليت، هننزل بالرز بتاعنا، وبعد كده ايه هنكمل حياؤه وهنشوف ميته وخلاص. هنا لفينا البتنجان بتاعنا بالاسترتش، حابه تقشريه قشريه، حابه تحطيه في الاسترتش كده وتعمليه زي ما انا ما عملته اعمليه. بس نصيحه، لو حطيتيه في الاسترتش استني لما يبرد، لاني انا ما استنيتش بصراحه لما يبرد، وكان سخن جدا جدا على ايدي ومش قادره اوصف لكم. واديكوا شايفين طبعا مطلع بخار ازاي. هنا الرز بتاعنا كان اتشرب، هنوطي عليه بقى خالص وهنسيبه يستوي. طبعا رز السمك انا بحب ازود المية بتاعته عشان خاطر يبقى طري. هنا كان معانا طحينة كانت متماسكة، فحبينا ان احنا نفكها فبنقلبها بالمعلقة، وبعد كده ايه هننزل بقى بشوية حلوين كده على البتنجان بتاعنا، وهنحط شوية من الدقة دي. تمام. وبعد كده هنعمل البتنجان بتاعنا بالهاند بلندر. في مقطع انا صورته لكم، النور كان قاطع وانا بعمل، يعني صورت المقطع ده، بس الحمد لله يعني مش عارفة يعني هو اتمسح ولا ايه، مش فاهمة. وبعد كده صورت لكم لما النور جه كملت، بس كانت حاجة صعبة جدا 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 لما النور كان قاطع. لو اول مرة تشوفيني ما تنسينيش في لايك قمر زيك كده واشتركي في القناة ودوسي على كلمة الكل عشان يوصلك كل جديد. هنا كنا خلصنا بقى البابا غنوج بتاعنا وهنفضيه معانا في العلبة. حابة تحطي له زيت حطي له، بس انا ما حطيتلهوش اي حاجة خالص لاني هو البتنجان فيه زيت. هنا دقة السمك دي يا جماعة كان توم وفلفل احمر بس، انا ضربت الثوم والفلفل الاحمر عشان خاطر لما النور قطع وجه رحت ضربه بسرعه. هنا حطينا كمون وكزبره ناشفه وشويه ملح، وهنعصر بقى كميه الليمون اللي احنا حابينه عشان خاطر نحقق السمك بتاعنا. السمك عشان خاطر يكون حقيق معاكي لازم تفتحيه من الجناب زي ما انا ما هفتحه بالسكينه،
هتاخدي سمكية متحيقة وطعمها جميلة جدا. وحطي شوية بقدونس في الدقة دي. بصوا المعلقتين اللي انا ركنتهم دولت للسلطة. دولت انا حطيتهم للسلطة، ركنتهم قبل ما الخلطة كلها تبقى ريحتها من ريحة السمك، فركنتهم بمعلقة عشان خاطر ما تبقاش ريحتها زفر. طبعا انتي غاسلة السمك كويس مش زفر، بس برضك لما تمسكيه هيبقى في ايدك ريحة برضك سمك، فعشان خاطر الدقة ما تبقاش ريحتها سمك. بصوا لسه كنت هحيق، افتكرت البقدونس، هحط شوية صغيرة كده زي ما انتم ما شايفين، وهحيق بقى السمك بتاعنا. شفتوا انا فتحته من الجناب دي هحط فيها. طبعا المعلقة مش هتنفع، لا بايدك وبقى ايه وحيقي السمك بتاعك كده عشان خاطر ايه تحيقي كل الجوانب بتاعته. هنا هنحط في الفتحات ديت تتبيلة. كان طعمه روعة ومش قادرة اوصف لكم، كان طعمه وريحته حلو قوي قوي قوي، ووصفة سريعة جدا وسهلة قوي قوي قوي. ومفيش حد ما بيحبش السمك، كلنا بنحبه طبعا، كل الناس بتعشق السمك. هنا بقى جبنا المقلاية بتاعتنا وحطينا فيها ايه زيت، هنحط شوية حلوين كده، وبعد كده بدرنا السمك بتاعنا بدقيق ونزلناه في طبق المية ده، وبعد كده هنبدأ ان احنا نقلي. طبعا وانتي بتنزليه في طبق المية خدي بالك من حاجة، ان السمكية هتتزحلق من ايدك، خليكي ماسكاها كويس عشان خاطر ما تنزلش في المقلاية قوي والزيت يطرطش عليكي وانتي واقفة. بص طبعا هنا كنت موطيه برضو النار عليه شويه عشان خاطر يستوي. وهنا طبعا كنا قلبنا، ما حطيتش نشا عشان تبقوا عارفين، ما كانش عندي نشا عشان احط في الدقيق، وبسم الله ما شاء الله كان طالع معايا مقرمش جدا ومطريش خالص، وكان طعمه حلو. وبصوا طبعا لما بتنزلوا السمكية في المية الزيت معانا ما بيتحرقش، لو ما نزلناش السمكية في مية الزيت بيتحرق بسرعة. ودي طبعا كانت وصفة اليوم، ورب فيديو النهاردة يعجبكم، وما تنسونيش في لايك قمر زيكم كده، واللي ما اشتركتش في القناة تخش تشترك وتدوس على كلمة الكل عشان يوصل لها كل جديد. وبحبكم في الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.